اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشني خلص من فيديو امبارح. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. يلا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا ونوروني وشرفوني، ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لي فيكم ويخليكم يا رب، ويشفيكوا ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب، ويدي كل محتاج، ويفك كرب كل مكروب، ويسد دين كل مديون، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده كده في الروتين. النهارده روتين ان شاء الله باذن الله حلو حلو، هيعجبكم هيشجعكم كمان. عايزه بقى لو انت بتشوفي الفيديو كده تقومي تعملي لك كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه حلوه كده، وعارفين ان الحاجات دي بتدينا طاقه كده، بتشجعنا ان احنا ايه نصحصح كده ونقوم نشوف اللي ورانا. مش شرط بقى ننضف البيت، البيت لو نضيف هتدخلي بقى على المطبخ ساعات بنبقوا جايين حرانين وكسلانين وكل ده. ما بنبقاش عايزين نطبخ ولا نعمل اي حاجه. انا بقى هشجعك لما تشوفي الفيديو ده هتقومي فورا تعملي كل حاجه حلوه. تمام. هنغسل المواعين الاول وبعد كده نبتدي في الطبخ. نروق بس المطبخ الاول كده. وزي ما شفتوا في اول الفيديو انا كنت ماسكه البرندة كده. كان الجو بقى ايه؟ بصوا الجو لما يكون بارد الصبح، لما تصحي بدري كده بتحسي الجو بارد والجو تحفه صراحه. بتخلصي كل اللي وراكي بتبقي خلاص يعني بادي الجو ايه، يلا يحرر كده. على الساعة 10 الساعة 9 بتكوني بقى مخلصة كل اللي وراك. أنا عن نفسي بعمل كده يعني. البرندة كنت مسيجاها وقلت ايه هاخدكم كده جولة بره كده في الجو العسل ده. وكنت بوريكم كمان ان انا كنت في حتة كده تحت السلم. ساعة ما لما بننزل من السلم كده الحتة اللي فاضية عندي دي عايزة بقى نزرعها خضرة وحاجات من دي يعني. كنت معدلاها كده وقلت ايه هنبقى نزرعها ونعناع كمان، لان انا كنت زارعه النعناع زي ما شفتوه برضو مش عارفه مش راضي يدج في الجردل خالص. قلت لا انا هزرعه على الارض، الارض هتخليه يدج. وصراحه هو حلو خلاص. الواحد لما بيعوز يعمل كوبايه شاي كده بالنعناع بتطلع بقى بتلاقيها صبحه كده، تقطفيها صبحه بتحطها في الشاي بتبقى ريحتها تحفه. قلت ايه هنزرعها بقى تحت. هنجيب نعناع تاني ونزرعه ايه على الارض وكده. وهنعمل لها برضو عشان بحيث انا ساعات لما بنغسل حاجه في البرندة مثلا برسيل اي حاجه من دي ممكن تنشف لي الخضره اللي انا هزرعها. قلت هرفعها عن الارض شويه بحيث الميه اللي تنزل من البرندة ما تجيش عليها يعني. كنت بقى مروجه البرندة والدنيا زي العسل. عايزه بس نطلع كده اعمل لي كوبايه شاي ونقعد في البرندة شويه. الجو كان لسه الشمس ما طلعتش والدنيا مرطبه فاهميني يعني. انتوا عارفين في الصيف انا بقى كل يوم نمسكها. لو مش هنسيكها نمسحها كده بالشرشوب. وبرضو الرش تحت وكده عشان الترابه. انتوا عارفين عندنا ترابه. بص الترابه لما الجو بيبقى هوا وكده بتبهدل الدنيا. دخلت بقى ايه على المطبخ قلت طب انا اصلا رحت كمان بعد ما خلصت رحت حطيت له الطيور وده كله. إيه، يعني عملت شوية حاجات بره كده وبعد كده دخلت. ده كله بحب اعمله قبل الشمس ما تطلع. ليه؟ لان الجو بيبقى حار. بنحب بقى نخلص اللي ورايا كله بره وبعد كده نخش بقى ايه على الشقه نروقها. وساعات كمان انا بنصحى بدري بنبقى مثلا مروقه نص الشغل. الاوض اللي الولاد بيبقوا نايمين فيها دي بقى اللي بتبقى عايزه تروج وكده. والمطبخ بسم الله ما شاء الله بنبقى برضو مروجاه. آه، قلت بقى ايه دخلت بقى على المطبخ هنروج غسلتش. كان عندي شويه المواعين دولت قلت هغسلهم قبل ما نعمل اي حاجه خالص. وبعد كده بقى إيه نبتدي بقى نعمل الاكل وكده. عايزاكم بقى تقوموا كده لو انتم مكسلين وحرانين وده كله ارميه ورا ظهرك كده وحاولي ان انت تصحي بدري. هتحسي بقى ان انت عندك طاقه كده. والله انا بصحى بدري والظهر بريح شويه يعني ما بفضلش طول النهار شغاله مثلا. يعني الظهر كده الساعه اللي من الساعه من بعد الظهر كده للساعه مثلا ايه 4 من بعد العصر كده. ده بتفضلي مريحة يعني ايه مش وقت برضو طويل يعني. عارفين والله النهار طويل يعني اليوم طويل خالص.
مش زي والليل كمان الليل قصير، ما بنلحقش نشبع نوم. بس لو اتعودتي ان انت هتريحي شويه الظهر هتنامي، هتحسي برضو براحه، يعني هتحسي ان جسمك مرتاح وهتحسي ان انت فايقه. آه، انا بقى ايه، قلت بعد ما غسلت المواعين كنت خلاص هنشف الحوض وكده، بس صراحه كان عندي اللي هو الكلوركس ده، كلوركس ابيض. صراحه انا جربته في الحوض قبل كده، خلالي الحوض بيبرق. هوريهولكوا دلوقتي كمان، مسكته دعكته كده، والحنفيات كمان بيخلي الدنيا زي الفل. آه، هنعمل بقى ايه، هنغسل الحوض كده. وبعد كده كان عندي شوية فوط كده مكان الفوط بتاعت المطبخ، مسكتها بلتها كده وحطيت لها شوية كلوريكس من اللي هو الابيض ده. بس صراحة في فوط لونها اتغير. انا كنت بحط لهم كلوريكس اللي هو الالوان، ما كانش بغير لي اللون بتاعهم. بس حطيت من دي، ما كانش عندي غيره، قلت يدي ريحه حلوه كده للفوط. صراحه يعني ايه، في فوط باظت مني، مش باظت، هي كده كده بتاعت المطبخ يعني، بس غيرت لون. زي اقول لكم ان هو حلو خالص، خلى الحوض بيبرق كده. بص، اهم حاجه كده لما تروجي المطبخ بالليل مثلا، بالنهار تكون مطبخك خلصتي كل الشغل اللي وراكي وبدأتي ان انت تروجي في المطبخ. تروجيه كده، اهم حاجه تمسكي المطبخ تروجيه، تغسلي المواعين وتمسكي الرخامه تروجيها، ورخامه المطبخ كمان تمسحيها كده. اي حاجه ساعات بنبقى عاملين شاي، اي حاجه بتبقى ايه، شكلها مش حلو، او مثلا كبه شويه سكر شويه شاي. انا عندي كده يعني. طبختي حاجه وحطيتي حاجه على رخامه المطبخ، لحوست منك ومبقتش حلوه، نمسكها بقى بشويه، بنغسلها نمسحها كده بالفوطه ونرجع ننشفها. والبوتاجاز كمان ان انت اول ما تخلصي طبخ وكده تمسكيه تدعكيه، تروجيه نضيف برضو. امسكي الحاجات اللي عليه، وتيجي مسحاه بالفوطه كده مروجاه، وتيجي رص عليه الاكل تاني بعد ما تطبخي وكده. دي حاجات على فكره بتفرق معاكي، وبيفضل البوتاجاز عندك. بصي، لو بقاله 30 سنه او 20 سنه والله لا يفضل نضيف وزي الفل. انا عندي بوتاجاز بسم الله ما شاء الله، هو الفرن بتاعه الباب بتاعه باظ شويه، بس هو عيونه زي ما هي، والنار بتاعته زي ما تشوفوه كده انا بطبخ عليه. يعني بقاله زي كده 17 سنه اهو، وزي الفل، مفيش عين اصلا ضعيفه فيه، وزي العسل والله العظيم. ونضيف خالص يعني، مش هقول لكم هو يعني خطا الحاجات اللي هي ايه، بقت غامقه فيه، اللي هو العيون بقت غامقه شويه، مش لطبيعتها برضو. بس حلو نوعا ما، ان هو حلو خالص. ليه؟ لان ايدك في الحاجه، طول ما ايدك في الحاجه بتبقى حلو، بتفضل نظيفه وكده. تعالوا بقى نعمل الكفته مع بعض. اللهم صل على النبي. كان عندي فرمت بصلايه كبيره كده، وركنتها حطيتها في الطبق، وهنا كده دولت زي معلقتين دهن كده، دهنه من اللي هي العاديه بتاعت اي دهنه وخلاص. مسكتها بقى، كنت لسه مطلعاها من الفريزر، فرمتها كده لوحدها، مش هنفرمها مع اللحمه. وجاتني بقى ايه، وهنا اللحمه بقى دي، اللحمه دي كنت مقطعاها، كانت حمرا كده، كنت مقطعاها، وقلت ايه هنعمل بيها مثلا حواوشي، اعمل بيها كفته، اي حاجه. طلعتها بقى النهارده كده، وقلت ايه هنعمل بقى كفته. صراحه كانت والله خطيره كده. جاتني بقى ايه، عامله لها الدهنه دي والبصلايه، وجاتني بقى حط فرمه اللحمه، يعني هي دي كانت لحمه اصلا متلجه يعني، ما كانتش مفرومه. قلت هنفرمها في الكبه. وكان فيها حته دهنه، خطر الحته كده، لان الدهنه صراحه بتخلي الكفته معاك تطيب وتبقى طعمها حلو. كنت عايزه بقى ان انا نجيب لها في اكياس كده عامله زي البرغل او الحاجه زي كده بتزود الكميه، بس ما كانش عندي، قلت اعملها بقى باللحمه وخلاص. هنمسك بقى اللحمه نفرمها كده، وبعد كده نحط عليها البصله، نصفي البصله ونحطها عليه. وكنت مطلعه كمان فلفل الوان من اللي انا فرماه وحطاه في الفريزر، قلت هحط عليها معلقه كده تديها طعم يعني. بس كان طعمها حلو خالص، زي بص اللي بنشتريها من بره. بس ان هي كانت عايزه بقى ايه، ان انا اشويها على الفحم. بس انا صراحه حطيتها في الفرن يعني، في الفرن. وكمان ممكن بقى تحطها في الفرن، وتيجي مثلا، او هي عجين كده، تيجي حاطه عامله فحمايه ومدخناها. او مثلا لما تطلعيها من الفرن تحطها مثلا في صينيه او اي حاجه من دي بعد ما تطيب، وتيجي حاطه فحمايه وعليها حاجه بسيطه من السمنه، هتدخن تملالك الدنيا دخان، وتيجي مغطياها ورق فويل او حاجه. بس انا ما كانش عندي ورق فويل، قلت بقى مش ضروري يعني، هي كان طعمها حلو يعني. وكمان لما تيجي تطيبوها يعني ما توطيش النار، تعلي لها النار عشان ما تنشفش معاكي وتبقى طريه وكده. انا حطيت لها معلقتين من الفلفل الالوان، وبنصفيهم كمان، انا مش عايزه يكون فيها ميه. وايه تاني يا ربي،
وبس خلاص. بصوا هنعملها ونمسك بقى الكلام ده كله نقلبه مع بعضه، هنعمل شوية عيش كمان في نفس الفيديو، يعني العيش طبعا مع الكفتة وكده. وهعمل شوية رز بشعرية لان الولاد عندي ممكن ما يحبوش ياكلوا بالعيش، ياكلوا بالرز. قلت هعمل ده وده يعني. هنا بقى بنمسك البصلية نصفيها كده، وهنسيب المية دي نصبع بيها الكفتة. وهنحط شويه، وحطيت شويه خضره، ونزلت بقى بالبصل كده، ودول كانوا معلقتين دقيق. قلت هحطهم عليها يعني ايه، تمتصلي اي سوائل في الكفته وكده. يعني معلقتين مش كبار وكده. تمام. هنمسك بقى الكلام ده كله، هنحط لها البهارات، بهارات بقى وفلفل اسود وبابريكا كده يعني. وعندي كمان كيس بهارات كفته كنت جايباها، هنحطه عليها كمان. وعندي بهارات شوي هنحط لها حاجات بسيطه من دي كلها. بس كيس البهارات بتاع الكفتة هو يغنيك عن كله، بس دي كان عندي بهارات شوي بتدي ريحة حلوة لأي حاجة. قلت هنحط منها شوية صغيرين كده. احط لها الكيس ده كده، ونمسك تمسكي بقى ده الكلام ده كله ممكن ترجعي تضربيه في الكب. بس انا قلت لا مش مشكلة بقى، انا همسكه ادعكه بايدي كده. بصي تمسكيه تعجنيه، واحط عليها معلقة بودر. البودر بيخلي الكفتة معاكي يعني تكون فاضية كده وحلوة. هنمسك بقى الكلام ده كله نعجنه كده، وبعد كده نعمل العيش. وهوريكم الكفتة بعد ما تطيبوا كده. حبيبتي اللي كانت طالبه طريقه العيش، بص هو بسيط خالص، يعني ايه طريقته بسيطه. انا جبت مثلا زي 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم شويه ملح، وحطيت عليهم معلقتين سكر، وورقه خميره من الخميره الفوريه. ومسكتهم بقى قلبتهم مع بعض كده، وجيت عادنه بقى حاطه شويه ميه جنب مني، كبيت لحد ما استكفى معايا. وبعد كده بتحط شويه ميه جنب منك، تعصي ايدك بس كده وتعجنيه. اهم حاجه تعجني العيش كويس علشان يطلع معاكي حلو. برضو ما يكونش جامد، يعني يكون لا هو طري ولا هو اللي جامد. تمسكي بقى العجينه لحد ما تاخد معاكي الميه اللي كفايه وتعجنيه. وخلاص بتمسكون بقى تقطعي شويه العيش على صينيه او اي حاجه، كور صغيره كده، او حسب اللي انت عايزه، الرغيف كبير او الرغيف صغير. وتيجي ماسكه ومغطياهم زي مثلا 10 دقايق ربع ساعه. وتاخديهم بقى على الفرن الغاز، تكوني مولعه الفرن عادي. بصي الحراره عاليه يعني، ما بتوطيش الفرن، بتعلي الفرن. مثلا تبططي على طول وتحطي في الفرن، مش هتسيبيه يرفع ولا اي حاجه، تبططيه وتحطيه في الفرن على طول. فرن الغاز ممكن على فكره، انا كنت بعمله دايما على البوتاجاز. تبططيه برضو في الطاسه كده وتسخنيه، وتحطي الرغيف على الطاسه، وتقلبيه على الناحيه التانية. بيطلع معاكي. بس الفرن الغاز لو عندك فرن غاز هو اسرع، يعني بتملي الفرن كده وتقفلي الباب، وبيجيب معاكي، ويبقى بسم الله ما شاء الله حلو خالص. على فكره طريقته حلوه خالص وموفر كمان. تمام. ده العيش اللي انا كنت عاملاه امبارح. انا بقى نشوف العيش اللي احنا بنعمله ده، او يعني هو عيش يعتبر عيش، بس زي نظام الجرس اللي هي ايه بتبقى طريه وكده. هنعمل ايه، عندي كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه سكر او معلقتين سكر. وحطيت عليه شويه ملح وكيس من الخميره الفوريه برضو. بس ده انا هعجنه بحليب وميه. يعني ايه، الحليب والميه حلو برضو، مش هنكتر يعني الحليب زي الميه وكده. مسكت بقى حطيت شويه حليب كده على ميه، ونزلت بيهم على العيش، ونفضل بقى نقلب فيه كده لحد ما ايه، ما يشرب الحليب والميه. عايز معايا حليب تاني يعني زي ما ياخد معاكي، يعني الكميه هتبقى نص ميه ونص حليب. ونزلت بقى بربع كوبايه سمنه او معلقتين سمنه على حسب ما انتي عايزه يعني. تكتري. بص انا عايزاه زي ايه نظام الجرس كده، هو عيش يعني ما يكونش الجرس احنا بنحط لها سمنه ياما. بس ده زي نظام عيش وجرس كده. هتشوفوه دلوقتي كان تحفه بجد والله عجب. جوزي يعني قال لي اعملي لي منه على طول، لانه هو صراحه حلو طري، منه طري كده ومليان. ومش عارفه هو صراحه طعمه حلو. يعني هو مش ما فيهوش دهون قد كده، يعني الدهون بتاعته شويه. تاكلي بيه بقى اي حاجه، مش ان انت مثلا ما عندك، لا ممكن عادي خالص تحطي له بس معلقه سمنه، مش معلقتين كمان. بس انا كنت عايزاه يعني يكون منه في سمنه وفي حليب. هنمسكهم بقى ايه، نسيبهم يخمروا كده. وبعد كده نرجع نقطعهم برضو، بس دولت بقى ايه هنقطعهم ونسيبهم يرفعوا شويه. العجينة هنا خمرت تمام. بعد ما تخمر هنيجي مثلا نقطعها كده كور صغيرة، ونيجي نبططوها على الصينية، نحطها رجات على بعضها كده، نحط بينهم وبين الطبقة والتانية حاجة علشان ايه، يرفع معايا زي الجرس الطرية بالظبط. بس ده شوية. تمام. قلت اعملهم زي كيلو كده، هعمله جنب الكفتة يعني. تعالوا بقى نحط الكتل على يغلي وكده. وتعالوا نوريكم الخضار في اليوم ده كمان كان بتاع الخضار هيجي وكده.
جبت بقى شوية حاجات كده كانوا ناقصني، جبت ملوخية. كيلو الملوخية تهيألي كان ب20، بس كانت ملوخية حلوة صراحة. أنا بصوا لسه حطاها في التلاجة، لسه هعملها وكده. ودي كانت طماطم كانت معاه زي العسل برضو. جبت بقى شوية الطماطم دول لأن عندي الدرج برضو في يعني زي الكيسين كده. بس اللي عندي في الدرج هنيجي ماسكاه بقى مطلعاه حطاه في حاجة، وهعمل بيه محشي إن شاء الله بكرة. هنطلعه نضربه وكده، مش هنضربه ساعة ما نيجي نعمل معاكم يعني. هي الطماطم حلوة ماسكة نفسها بس طرية خالص كده. قلت بقى هنطلعها من الدرج ونغسل الدرج ونحط فيه الطماطم الصبحة وكده، لان انا جايباها جامدة عشان عايزة بحب اعمل سلطة. وده كان كيلو خيار، ما حبيتش ان انا نكتر خيار برضو لان عندي خيار اصلا في التلاجة. والكوسة كانت معاه بس ما كانتش عجباني قد كده برضو. قلت ايه، لا هاخد كيلو ونص كده اعملهم مثلا بلحمة، اعمل شوربة خضار للولاد يعني. اللي كانت الكوسة موجودة معاه. الكوسة بتهيألي كانت ب10 والخيار كان ب15، والطماطم كان الكيلو ونص ب10. وده كان الكيلو برضو، كيلو البصل كان ب10. ما كانش معاه البصل قد كده برضو، كان عندي يعني كان عندي حبة حلوين في التربو كمان يعني. قلت هناخد كيلو برضو ايه احتياطي وكده. ده الخضار اللي انا اشتريته. اشتريت ربطتين خضرة عشان هنعمل محشي بكرة. هنعمل بط ومحشي وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هناخد بقى الحاجات دي كلها نحطها في التلاجة الاول كده. هنطلع الدرج من التلاجة نغسله، لان الطماطم فيه طماطم كانت باظت مني طرية كده. قلت بقى ايه، نطلع الدرج نغسله كده، ونفضي الطماطم الطرية اللي فيه كلها وننضفه وننشفه. وبعد كده نحط فيه الطماطم الصبح. هنا كنت هعمل سلطة وكده، شلت طماطم وخيار. هنعمل سلطة مع الكفتة وطحينة وحاجات من دي يعني. آه، بس خلاص طلعت الطماطم اللي انا هحتاجها. وهنشيل بقى كل البصل كمان هنحطه في التربو كده والخضرة. وتعالوا بقى نغسل الدرج بتاع التلاجة. هنا بصوا الطماطم، كمية الطماطم دي كانت حلوة يعني، كانوا ياما كده. وكان معاه طماطم طرية. بحب دايما ايه كل ما ناخد الخضار وكده اخد كيس طماطم اللي هي الطماطم الطرية. إيه بتبقى الكيلو مثلا الكيلو ونص. الطماطم دي الجامدة كيلو ونص مثلا ب10. هو بيديني مثلا الكيلو ونص ب5 اللي هي الطرية. طماطم ما بتبقاش بايظة، هي بتبقى حمرا بس وطرية. يعني ايه ما تستحملش، انت بتبقي تاخديها على طول كده تضربها في الخلاط وتحطها في الفريزر. دي بقى كان عندي مرضتش اخد المرة دي. قلت ايه هعمل باللي عندي وخلاص. كل فترة كل مثلا ما ناخد الخضار وكده اخد مثلا كيس كده نضربه ونحطه في الفريزر. يعني ساعات بتبقى طماطم برضو غالية كده يعني، بتبقى محتاجة بقى الحاجات اللي انت حطها في الفريزر الطماطم وكده بتحتاجيها يعني. وصراحة بتنقذك في الأيام لما تكون ساعات الطماطم كانت بتبقى رافعة خالص. تيجي مثلا تشتري التسويجة وتتسوجي وكده. تلاقي الطماطم بصي ضربت خلاص الفلوس بتاعت التسوية، تاخد نصها اصلا. ما تعرفيش بقى ان انت تجيبي اي حاجة تاني. الطماطم بصراحة لما بتبقى غالية بتضيع نص الفلوس. ما بتكتريش بقى ليه، لان انت عاملة حسابك وفي عندك صلصة في الفريزر. انا كنت بعمل صلصة كده للمكرونة لوحدها وصلصة من العادية. لسه بقى عندي يعني، بس قلت ايه، آه، كل فترة كده هنجيب برضو شوية طماطم ونعملهم صلصة يعني. بتنفعني صراحة، بتنقذني كده من لما مثلا تكون الطماطم غالية. نطلع كيس من الفريزر ونيجي مثلا ضرب عليه طماطمتين صابحين كده، ونيجي عاملة بيه مثلا طبيخ، مكرونة، لحمة كده يعني. هنا بقى هنمسكهم. بص العيش اللي انا كنت عاملاه في الفيديو بتاع امبارح انت شفتيه يعني. انا كنت برضو انا ما عملتوش معاكم، بس انا بنقطعه كور صغيرة كده زي ما انتم شايفين. وبنبططيه بقى عادية، بتسيبيه يرفع، بتبططيه على الفرن على طول، ما بتسيبهوش ان هو يعني زي الجرس وكده. هنا كده بعد ما خمرت قطعته زي ما انتوا شايفين كده، ورجعت بقى غطيته. بعد ما قطعته هنسيبه بقى يرفع براحته كده على ما نكون انا صبحت الكفتة. هنصبحها الاول كده. طلعتها انا طبعا حطيتها في التلاجة يعني، مش في الفريزر. لو هتعمليها على طول حطها بس 10 دقايق في الفريزر وكده تمسك نفسها. هنا انا كنت غبت عليها يعني، على ما عملتها وكده سبتها براحتها بقى ايه على رف التلاجة. جبت بقى ميه البصل كده هنمسكها نصبحها. بص انا كنت بعملها على المعلقه. عندك اي حاجه رفيعه كده ممكن تصبها على الكفته يعني، عشان بحس تبقى فاضيه من جوه وكده.
هنمسكها بقى في الصينيتين دول كده، هنعملها نرصها فيها في الفرن. بصي، لو فايجة صراحة، لو فايجة كنت نفسي ان انا اعملها على الشواية. تصوروا ان انا جبت الشواية اصلا لحد دلوقتي ما استعملتهاش. بس يلا مش مشكلة، ساعات لو ما كانتش موجودة كنت هنعبط ونشتريها علشان نعمل عليها الكفتة ونعمل عليها الفراخ مشوية. بس قلت بقى مش مشكلة، هاي الحاجة المهم الحاجة تكون موجودة عند الواحد وكده. اللهم صل على النبي. وكمان انا قلت لما عايزه بقى اروج البرندة بتاعت اوضه الولاد وكده ونحط فيها الشوايه وكده. بس ادعوا لي كده، ادعوا لي ان ربنا الواحد ربنا يكرمه كده وحقق كل اللي نفسه فيه، لان بجد عايزه امسكها بقى ايه، اعدلها وكده ونعدل البلاط بتاعها. دي اكتر حاجه ايه عندي هدف ان انا اعملها وكده، اللي هي البلكونه بتاعت اوضه الولاد. هي صراحه هي مش صغيره، حلوه يعني. عايزه امسكها نظبطها كده ونغير البلاط بتاعها، ونجيب فيها فرن صغير، فرن غاز صغير كده نحطه فيه. وهنحط بقى الشوايه. حبيت ان انا نشوي فراخ نشوي كفته، بس قلت يعني ايه، كله في وقته يعني. هيجي لها وقت برضه، وان انا ايه، انا لسه ما جبتش الفرن كمان، ولا قلت لما نعدلها خالص هيجي لها وقت برضه وهنظبطها وكده ونعدلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى ايه، مسكت الكفته صبحتها خالص كده كلها كده في الصواني. وهنحطها بقى لما نعمل العيش، هناخدهم الاتنين ونروح عند الفرن الغاز ونطيب الكفته الاول وبعد كده نخبز العيش. هنمسك بقى حطيت على الرخامه كده شويه زيت عشان ما تلزقش معايا. عايزه نجيب اللي هو عارفين المفرش السيليكون اللي بتاع العجين دي وكده. عايزه نجيبه. بص كل ما نطلع وكده نبقى فاكره ان انا نجيبه عشان نبط عليه العيش وكده، لان بصراحه مش عايزه اعمل على الرخام. والله الرخامه نظيفه وزي الفل، بس المفرش برضو حلو يعني. بدل ما نحط على الرخامه زيت وحاجات من دي، وانتوا كمان بتشوفوا ان انا بغسل على المواعين، بتستغربوا ان انا بستعمل رخامه الحوض ليه. هقول لك انا بستعملها ليه. لان المطبخ انا حطيت الخضار، شايفين كنت برضو عايزه اوريك حبيبتي اللي كانت طالبه مني ان انا ايه، استعمل رخامه المطبخ ما استعملش رخامه الحوض. انا وريتك رخامة المطبخ، بص يا دوبك كانت واخده الخضار بالعافيه اصلا وانا بصوره معاكم. حبيت برضو ايه اصور الخضار معاكم على رخامة المطبخ عشان اوريك ان هي اصلا صغيره رخرة. إيه، رخامة الحوض بقى هي اللي كبيره، بنحاول نعمل عليها كل حاجه. هنا بقى كنت عملت الكفتة حطيتها في الفرن. بص مش عايزاكي توطي لها النار، عايزاكي تعلي لها النار. كانت طيبة والله وكانت زي العسل، ما شاء الله عليها. كانت حلوة خالص وكانت كمية كبيرة كمان. يعني الولاد بصوا كانوا نفسهم في كفتة من زمان، عملتها لهم بقى صراحة. كانوا بصوا، عبد الله ابني يقول لي يا ماما تعملي لناش اللحمة، ما تسلقي اللحمة، اعمليها لنا كفتة وحواوشي وكده يعني. انا بقى سبتها بعد ما طيبتها في الفرن وكده. حطيتها على ولعت الفرن اللي هو الكهرباء دي، وسبت بقى عشان تفضل دافية يعني لحد الغدا وكده. هنا بصوا دي، بصوا هي طلعت زي نظام الجرس كده. كنت بشوفها حاسه ان كانت مثلا العجينه كانت جامده شويه معايا، كانت عايزه تبقى طريه عن كده، علشان ايه يطلع عامل طري كده عن كده كمان. بس هو كان طري وحلو. انا بشوفه في المخابز وكده بيكون الجرس دي عاملينها بالمنظر ده، بس من غير الايدام، من غير ما يحطوا لها سمنه ياما يعني. بس هي كانت تحفة، كانت طرية وجبة وطعمها زي العسل وبسيطة خالص على فكرة، ما بتاخدش عمايل يعني. انا بططتهم كده رجين على بعض على الصينية، وبعد كده ايه، خدتهم رصيتهم في صاجين خد معايا صاجين. رصيتهم في الصاج كده مرتين وخبزتهم وخلاص. وبتعللها النار برضو فوق النار بتاعت الفرن الغاز، بتعليها لها من فوق ومن تحت الجرد اللي هو العيش ده. والكفته بتعللها النار من فوق ومن تحت. والعيش برضو اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده بتاع الفيديو بتاع امبارح، بتعلله النار من فوق ومن تحت، ما بتوطيش النار عليه. عادي بتخبزي كانك بتخبزي عيش ناشف، كانك بتخبزي اي حاجه، اي رجاج، اي حاجه خبيز في الفرن. ما توطلوش النار علشان بحيث ما يطلعش ناشف معاكي ومش حلو. تمام. هنا بقى عملت الرز بشعريه، وعملت طبقين كده، وعملت طبقين سلطه كمان. ودي كانت الطحينه. كنت عملت يعني الطحينة صراحة تاكلها مع الكفتة طعمها خطير. عملت الطحينة ازاي، حطيت معلقتين طحينة كده وحطيت عليهم شوية مية وليمونة وشوية ملح. ما بحطش لبن رايب ولا حليب ولا اي حاجة على الطحينة، بحط مية بس. مية صراحة بتعجبني يعني. جربتها مرة قبل كده باللبن ما عجبتنيش، حبيتها بقى بالمية اكتر. تعصري ليمونة حلوة كده عليهم وشوية الملح وخلاص. هنا بقى حطيت طبقين، جم معايا طبقين طحين. والكفتة طلعتها حطيت
طبق عيش من ده كده. الحلة دي كنت عاملة فيها رز بشعرية. ايه رأيكم بقى في الغدا النهاردة، وايه رأيكم في الروتين؟ يا رب يكون عجبكم ويكون ضيف خفيف على قلبكم حبايبي. يا رب اكون بشجعكم برضو على شغل بيتكم. عايزين بقى نتشجع مع بعض كده، وعايزين بصوا نقوم بدري كده نشرب كوباية شاي على روقان كده والولاد نايمين، ونصحصح كده ونشوف الشغل اللي وراني. بص لو عملت كده هتحسي ان انت مرتاحه، هتحسي ان دايما كل ما تقوم من النوم كده هتحسي ان دايما عندك البيت نظيف وحلو. وناخد حاجه حاجه كده واحنا مولعين على الاكل، نفضلوا بقى ننضفوا الاوضه دي والاوضه دي والدنيا تروق وتبقى تمام. يلا اشوفكم فيديو جديد في رعايه الله.